هبدأ كلامي يا جماعة بحاجة شفتها خلال اليومين اللي فاتوا دول تحديدا بعد ماتش انبي من جمهور اهلاوي. مش هقول زملكاوي، يعني هقول اهلاوي، لانه انا شفت الناس اللي شفتهم عاملين كده اهلاويه، ان هم يكونوا عاملين فيديو في جدول ترتيب النادي، الجدول الدوري، وفي ترتيب النادي الاهلي، وفي الخلفيه صوت اللي هو بتاع الاسانسير اللي بنسمعه في الاسانسير، اللي هو الايه القرانيه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. يا جماعه انتوا ازاي بجد بتقلشوا بالقران؟ انا ما عنديش مشكله نحفل، والله العظيم حفلوا، انا حفل على فريقي وحفل على المنافس وحفل على اي حد، بس ما تدخلوش القران في الموضوع. يعني في حته ان انت تحط ايه قرانيه وقاعد تقول سبحان الله وكانك نازل في الاسانسير، دي مش حاجه مضحكه ولا حاجه حلوه، بالعكس يعني حاجه وحشه جدا. انا بصراحه انا ما اعرفش، انا استفزني الموضوع ده. انت طالع بتتريق بايه قرانيه، يعني الخلفيه بتاعتك ايه قرانيه. يعني اتمنى ترجعوا لنفسكم في الموضوع ده، وان انتوا ما تعملوش كده تاني. وايه يا جماعه كميه الكلام اللي طالعه على العقود وتعديل العقود، واللي عايز يعدل عقده وهو لسه فاضل في عقده كام سنه من غير اصلا ما يبقى في تمديد؟ انت بتعدل عقدك لمجرد ان انت تألقت ماتشين، شفت نفسك قلت لا انا المفروض اخد اكتر من كده، وكل واحد باصص للتاني، ده بياخد كذا وده بياخد كذا. هو ايه يا جماعه الكلام ده؟ من امتى احنا كنا بنشوف الكلام ده في النادي الاهلي اصلا؟ انت كل ما هتتألق ماتش هتطلب تعديل عقدك. طب افرض مستواك تراجع، هتروح تقول للاداره خفض لي عقدي؟ يعني انت ما اعرفش والله العظيم يا جماعه، انتوا بتعملوا الكلام ده فين؟ انتوا فاكرين نفسكم فين؟ انتوا في النادي الاهلي. اللي مش عارف يعني ايه النادي الاهلي ياخد نفسه كده ومع السلامه ويمشي. اللي مش عارف حجم جمهور النادي الاهلي وقوه جمهور النادي الاهلي ياخد بعضه مع السلامه ويمشي. اللي مش هيدي النادي الاهلي من قلبه بالسلامه مش عايزينه، والله العظيم مش عايزينه. انما تقعدوا بقى تتكلموا اصل تعديل عقود ومش تعديل عقود، انت لسه اصلا في عقدك فاضل كام سنه؟ انا ما شفناش الكلام ده قبل كده في حته يا جماعه. ايه يعني تألقت ماتش ولا اتنين عايز تطلب تعديل تاخد ده انت بتاخد بالملايين ومش عاجبك؟ اللي مش هيقدر قيمه النادي الاهلي ومش هيقدر تيشيرت النادي الاهلي ومش هيلعب بروح النادي الاهلي، من دلوقتي يعتذر ويقول يا جماعه انا مش هقدر، ويشوف له كده عقد تاني بفلوس اكتر. لو هو الموضوع كله فلوس وانتوا شغالين كموظفين مش كلاعيبه كوره، يشوف له عقد تاني في نادي تاني براتب اكتر بفلوس اكتر ويتفضل يمشي. يا ريت كباتن الفرقه المحترمين اللي عندنا يبقى ليهم دور شويه. كابتن شناوي فين كابتن محمد هاني؟ انا مش هقول كابتن تريزيجيه، ما اصل تريزيجيه طلع عمل لنا هوس خلاص. ده انا عن نفسي، انا لو في الاداره بتاعه النادي الاهلي اقسم بالله بعد الهوس اللي عملها دي انا اسحب منه شرط الكابتنه اساسا. انا ما خليهوش كابتن من كباتن الفرقه. لما كابتن النادي الاهلي كابتن من كباتن الفرقه بيعمل كده للجمهور، اللعيبه العاديه تعمل ايه؟ مش فاهمه والله العظيم ايه كميه الاحداث اللي عماله بتحصل دي. والله احنا يعني مش ملاحقين يا جدعان، والله مش ملاحقين. يعني النهارده امام عاشور اهو رسميا مش هيلعب، ليه؟ جاله فيروس ايه، واصلا احتمال كمان ما يلحقش ماتش الزمالك. يعني صباح الفل، ده اللي هو يعني الراجل لسه ما لحقش ينزل الملعب، بسم الله الرحمن الرحيم مرض ويرقد في المستشفى. والله العظيم انا مش عارفه عيون مين اللي راشقه في حياتنا خرباها بالشكل ده، وحياه ربنا ما عارفه. لو سمحتوا دي اخر فرصه ليكم، والله دي اخر فرصه ليكم. جمهور الاهلي عمره ما هيصبر على حاجه زي كده، عمر جمهور الاهلي ما هيصبر على حاجه زي كده. يا تسترجلوا يا تمشوا، يا تسترجلوا يا تمشوا.